فين الحكمة من حديث محمد صلى الله عليه وسلم في تكلم الذئب والبقرة؟ فين الحكمة من كده؟ مش لكده ممكن يكون من الحكمة عشان أقول لك إن ده من قاعدة ممكن تسميها تغيير النمط لتنبيه الغافل. يعني الله سبحانه وتعالى ليه سنن كونية مستمرة في الكون، وبعدين الله سبحانه وتعالى بيغير السنن الكونية دي أحيانا عشان ننتبه. اللي عمل الأصل ده هو اللي عمل التغيير، ولكن للأسف إحنا في كتير من الأحيان مش بناخد بالنا. يعني زي ما الله سبحانه وتعالى بيعاقب الشمس والقمر بأسلوب معين، ثم أحيانا يحصل الكسوف أو الخسوف، زي ما الأرض مستقرة ثم أحيانا تحصل الزلازل، فكذلك تكلم الحيوانات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، فالتفتت إليه البقرة فقالت له: إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ تعجبا وفزعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. وبينما راع يسوق غنمه إذ عدا عليها الذئب فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي فاستنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع، يوم ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم؟